اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. بتبدا الحلقه السابعه من المسلسل مع وينزداي اللي بتكون في جنازه العمده، وبتشوف شخص غامض بيتفرج على الجنازه من بعيد، واول ما بيشوفها بيجري في الغابه بقى بتجري وراه، وبتكتشف انه عمها فوستر واللي جه على المدينه عشان يهرب من الشرطه اللي بتدور عليه، لانه دايما بيعمل مشاكل في مدن كتير حواليهم. فبتاخده وبتروح بيه على الكوخ بتاع يوجين علشان يستخبى فيه، وبتحكي له على كل اللي حصل معاها من اول يوم جت فيه المدرسه. فوستر بيقول لها ان الوحش ده اسمه هايد، وبيحكي لها عن مذكرات قديمه موجوده في المكتبه السريه بتاعه نايتشي، وان المذكرات دي بتاعه مؤرخ قديم اسمه فولكر، واللي لف العالم كله قبل ما تتعمل مدرسه نيفرمور عشان يعمل تصنيفات لوحوش المنبوذين. بالليل وينزداي بتروح على مكتبه نايتشي وبتقابل اكزامير اللي بيتهمها انها بتتعامل معاه بطريقه مش كويسه طول الفتره اللي فاتت، وان مشكلتها انها ما تعرفش مين هم اصدقائها ومين هم اعدائها، مع انه دايما بيكون جنبها وبينقذها من اي مشكله بتحصل معاه. فبتساله عن سبب ظهوره فجاه في كل مره هي بتكون فيها في مشكله، ودايما ده بيحصل بعد ما الوحش بيختفي على طول، وان رسوماته كلها عن الوحش بتخليها شك فيه دايما انه هو الوحش. بيقول لها ان لو كلامها ده صح هو ليه ما موتهاش، فبتقول له انها ما تعرفش ليه. وبيظهر العم فوستر ومعاه المذكرات بتاعه فولكر، فبتقراها وبتعرف ان وحوش الهايد فنانين بطبيعتهم، وانهم اتولدوا من طفره، وان الجانب المتوحش من شخصياتهم بيكون هادي ومستقر جدا لحد ما بيحصل لهم حاجه معينه، زي انهم يتعرضوا لحوادث مؤلمه، او ان حد يسيطر عليهم بالتنويم المغناطيسي او بالمركبات الكيميائيه، وان اي حد بيعمل معاهم كده هم بيكونوا خدام ليه وبيكون هو السيد بتاعهم. وهنا وينزداي بتعرف انها بتدور على 2 من القتله، وحش الهايد والشخص اللي بيتحكم فيه. تاني يوم وينزداي بتتجسس على اكزامير لانها مقتنعه ان هو الوحش، وبتشوفه هو بيقابل الدكتوره كينيبوت في مكان بعيد عن المدينه، وبتعرف ان كينيبوت هي اللي بتتحكم في اكزامير، وبتجري بسرعه عشان تبلغ المديره لاريسا، وبتتفاجئ انها بتلاقي الدكتوره كينيبوت موجوده، فبتاكل كلامها مع المديره، وبتروح على تايلر وبتوريه المذكرات بتاعه فولكر، وبيشوفهم المأمور وبيطلب من تايلر انه يبعد عنها نهائيا، وبيكون معاه صور لفوستر عشان هو بيدور عليه لانه مطلوب للعداله. تايلر بيطلب من وينزداي انهم يتقابلوا في السرداب بتاع كراكستون، بس هما مع بعض بيدخل عليهم المأمور واللي بيكون فاكر ان فوستر موجود في المكان ده. وينزداي بترجع على السكن بتاعها وبتتفاجئ ان في حد خد اليوميات بتاعت فولكر وضرب الايد المسحوره بالسكينه، فبتاخدها بسرعه وبتروح على فوستر وبيقدروا ينقذوها من الموت، وبتوعدها انها تنتقم لها من اللي عمل فيها كده، وبتطلب من عمها فوستر يحاول يختفي لان المأمور بيدور عليه في كل حته. وبتروح على المديره لاريسا والمشرفه سور وبتحكي لهم عن اللي حصل، وكالعاده لاريسا بتكون زعلانه من تصرفات وينزداي الغريبه وانها ما بتسمعش كلامها ودايما بتتحداها، لكن وينزداي بتتهمها انها عارفه كل حاجه عن الوحش ومع ذلك خبت عليها الحقيقه. فبتقول لها ان كل اللي يهمها هو انها تحافظ على سمعه المدرسه لانها ورث اجدادها وبني جنسها، واللي وينزداي واحده منهم، بس وينزداي ما بيهمهاش اللي هي بتقوله وانها مش واثقه فيها وبتسيبها وبتمشي. تاني يوم بيانكا بتقابل وينزداي وبيكون معاها لوكاس ابن العمده، وبتقول لها ان عندها معلومات عن الشخص اللي قتل العمده، وان العمده مات بسبب انه قدر يوصل لاخت جاريس وكان خلاص هيقبض عليها. وينزداي بتروح على الدكتوره كينيبوت لانها متاكده انها لوريال اخت جاريس، وان هي اللي بتتحكم في وحش الهايد وبتخليه يعمل الجرايم دي كلها، لانها دكتوره نفسيه وتقدر بكل بساطه تسيطر على الوحش بالتنويم المغناطيسي. لكن كينيبوت بتنكر كل اللي بتقوله وينزداي، بس وينزداي بتقول لها انها مش هتسيبها غير لما تخليها تدفع ثمن كل اللي هي عملته، وبتسيبها وبتمشي. كينيبوت بتتصل بلاريسا وبتحكي لها على اللي حصل، وان وينزداي بقت خطر على كل الموجودين في المدينه، بس وهي بتتكلم بيهجم عليها الوحش وبيموتها. وينزداي بتروح تقابل اكزامير وبتواجهه بالادله الموجوده في الكوخ بتاعه واللي بتثبت كلها ان هو الوحش ده، غير انها شافته وهو بيقابل الدكتوره كينيبوت السيد بتاعه واللي هو بينفذ كل طلباتها. لكن هو بيقول لها انه بيقابل كينيبوت عشان يحكي لها على ان الوحش دايما بيجيله في خياله، وانه حاسس ان في حد مراقبه وهو اللي بيعمل فيه كده، علشان كده طلب يقابلها بعيد. وقبل ما يكمل كلامه الشرطه بتهجم على المكان وبتقبض عليه، وبكده تعتبر القضيه اتقفلت. بعدها وينزداي بتروح تقابل تايلر وبتحكي له على اللي حصل، واللي بيكون مبسوط باللي هو بيسمعه منها، بس فجاه بتجيلها رؤيه بتشوف فيها ان تايلر هو الوحش وهو
هو اللي قتل الدكتورة كينيبوت. وينزداي بتمشي بسرعة من قدام تايلر، والحيرة والخوف مسيطرين عليها جامد لأنها بكده ظلمت إكزامير وإن تايلر هو الوحش. تبدأ الحلقة بلقاء بين وينزداي وتايلر في الغابة. وينزداي بتواجه تايلر بالحقيقة وإنها متأكدة إن هو وحش هايد، لكن تايلر بيقول لها إن كل اللي هي بتقوله مش مظبوط. بس بتفاجئ بأصحاب وينزداي بيحاوطوه وبيخطفوه في الكوخ بتاع إكزامير. وينزداي بتطلب منه يقول الحقيقة كلها ومين هو السيد بتاعه اللي هو بيخدمه، وبتقوله إنها عرفت إن مامته من المنبوذين وإن بابا وقع في غرامها واتجوزها، مع إنه كان عارف إنها واحدة من وحوش الهايد، وده معناه إن جينات وحش الهايد موجودة جواه. بس تايلر بيقول لها إن كل كلامها ده مش مظبوط وإنه مش هو الوحش. فبتقوم وينزداي مطلعة أدوات التعذيب عشان تخليه يتكلم، بس أصحابها كلهم بيقولوا لها إنهم ما اتفقوش معاها على كده وإنهم مش موافقين على اللي هي بتعمله. لكن وينزداي ما بتسمعش كلامهم وبتكمل في اللي هي بتعمله، فبيسيبوها وبيمشوا وبيروحوا على المديرة لاريسا وبيحكوا لها اللي حصل. فبتتصل بالمأمور عشان ينقذ تايلر. في الوقت ده وينزداي بتسأل تايلر لآخر مرة قبل ما تعذب، وبتطلب منه يقول لها ايه سبب وجود الأعضاء البشرية في البدروم بتاع قصر جارتيس. لكن تايلر بيقول لها انه ما يعرفش اي حاجة عن الكلام ده، فبتقول له انه كده هو اللي اختار. بس قبل ما تبدأ في تعذيبه المأمور بيجي وبيقبض عليها. وفي اسم الشرطة المديرة لاريسا بتطلب من المأمور انه ما يعملش قضية، وفي المقابل هي تطرد وينزداي من المدرسة ومن المدينة كلها. لكن وينزداي ما بيهمهاش كل ده، وبتتهم المأمور انه كان عارف ان ابنه هو الوحش وان موت مامته أثر فيه جامد وخلاه فريسة سهلة لأخت جارتيس عشان تتحكم فيه. بس هما ماشيين تايلر بيطلب انه يتكلم معاها على انفراد، وبيلمس في ودنها وبيقول لها انها دخلت عش الدبابير برجليها وان اللي جاي هيكون أسوأ. لاريسا بتطلب من وينزداي انها تجهز نفسها عشان هتمشي من المدرسة بكرة بعد الظهر. وينزداي بتحاول تشرح لها اللي حصل وبتعرفها ان كل اللي بيحصل ده متوقع ودي نبوءة مامة روين، واللي بتقول ان وينزداي هتكون سبب في مشكلة كبيرة هتحصل في المدينة. لاريسا بتقول لها عشان كده هي شافت ان الحل الوحيد لكل ده انها تمشي وتسيب المدينة خالص، وبكده هي هتنقذ كل الموجودين فيها. وبكل يأس وينزداي بتروح تقابل إكزامير في السجن وبتقوله انها عرفت ان تايلر هو الوحش، وبتعتذر له عشان هي ظلمته وبتطلب منه يساعدها. لكن إكزامير ما بيقبلش اي اعتذار وبيرفض انه يساعدها وبيطلب منها تمشي من المدينة من سكات. تاني يوم وينزداي بتكون مع زمايلها وبتعتذر لهم عن اللي حصل وبتطلب منهم يخلوا بالهم من المدرسة وبتحذرهم من تايلر واللي ناوي يعمله، وبتدخل عليهم من السور بتدي هدية لوينزداي وبتتمنى لها التوفيق. بعدها وينزداي بتروح على يوجين عشان تودعه، واللي بيكون فاق من الغيبوبة وبيحكي لها عن اللي حصل في الغابة يوم الحادثة وانه في حد حرق الكهف بتاع الوحش. بس هو لاحظ حاجة غريبة، وهي ان الجزمة بتاعت الشخص اللي حرق الوحش كانت بلاستيك ولونها احمر. وينزداي بتسمع الكلمة دي وبتعرف مين اللي عمل كده، وهي ميس سور اللي دايما بتكون لابسة الجزمة الحمراء اللي شافها يوجين، عشان هي دايما بتكون في البستان بتاع المدرسة. وده معناه انها قدرت تسيطر على تايلر المركبات الكيميائية اللي بتاخدها من الزهور والنباتات. فبترجع على المدرسة وبتواجهها باللي هي عرفته، وبيكون معاها تايلر وبتقول لها ان هو اللي قال لها على كل حاجة. لكن تايلر بيكون ساكت خالص. سور بتعترف بكل حاجة وانها هي لوريال اخت جارتيس وهتنتقم لكل عيلتها منهم كلهم، وبتطلب من تايلر انه ينفذ كلامها ويموت وينزداي. بس بتتفاجئ ان مس لاريسا هي اللي بتكون منتحلة شخصية تايلر واللي جت مع وينزداي عشان تتأكد بنفسها وتعرف الحقيقة. لكن سور بتضربها بحقنة من سم النايت شيد وبتموتها، وبتضرب وينزداي وبتاخدها على السرداب وبتكتفها وبتوريها انها بتستخدم الاعضاء البشريه اللي تايلر جمعها من الضحايا بتوعه عشان ترجع كريكستون للحياه من تاني، لان كريكستون يبقى جدها واللي كان طول حياته بيحاول يقضي على المنبوذين عشان يحمي البشر منهم. لكن جودي جدة وينزداي قتلته وخدت ارضه وعملت عليها مدرسه نيفرمور، وانها هي وعيلتها قرروا انهم يكملوا مسيره جدها كريكستون ويموتوا كل المنبوذين، وان اخوها مات وهو بيعمل كده. باباها ومامتها انهوا حياتهم بسبب موت ابنهم، لكن هي قررت انها تكمل المشوار وبتقول لها ان هي المفتاح اللي هيفتح التابوت بتاع كريكستون وسط التعويذه. بتمسكها جامد وبتحط ايدها على التابوت وبتكمل التعويذه. في الوقت ده يوجين بيتصل بإينيد وبيسالها عن وينزداي وبيقول لها انها مشيت من عنده وراحت على المدرسه عشان تقبض على سور. وبتدخل الايد المسحوره وبتحكي لإينيد على كل اللي حصل بين سور ووينزداي، وبيسمعهم يوجين وبيقرر انه يروح ينقذ وينزداي من سور. ومامته بتحاول تمنعه لكن هو بيرفض وبيسيبها وبيمشي. وبنلاقي المساعده بتاعه المأمور بتتصل بيه وبتقول له ان مامة يوجين اتصلت بيهم وبلغت عن جريمه ممكن تحصل، بس هي اتفاجئت ان في حد بوظ كاوتشات عربيات الشرطه كلها. فبيرجع بسرعه وبيسيب إكزامير في العربيه وبينزل، والايد المسحوره بتساعد إكزامير في الهرب. وبنروح لسور اللي بتكون قدرت تكمل
التعويذة ورجعت كريكستون للحياة من تاني. وأول ما بيشوف وينزداي قدامه بيعرف إنها من نسل الساحرة جودي، فبيثبتها بقوته وبيضربها بالسكينة. لكن جودي بتظهر لوينزداي وبتنقذها من الموت بقوتها السحرية، وبتقول لها إنها هتخلي روحها تدخل جواها عشان تهزم كريكستون، وإن في الحالة دي هي مش هتقدر تشوفها تاني للأبد. وينزداي بتوافق وبتطلب منها تعمل كده بسرعة. إينيد بتجمع الطلبة كلهم وبتحكي لهم على اللي حصل، وبتطلب منهم يحاولوا ينقلوا الطلبة وياخدوهم على مكان آمن بس من غير ما سور تعرف. بيانكا بتستخدم قوة كلامها المسحور وبتخلي الطلبة ينفذوا كل اللي هي عاوزاه بكل هدوء. وإينيد بتاخد الإيد المسحورة وبيدوروا على وينزداي. وينزداي بتكون في الغابة واقف قدامها تايلر وبيتحول لوحش الهايد وبيحاول يموتها، لكن إينيد بتتحول لذئب وبتخش في معركة جامدة مع تايلر علشان تخلي وينزداي تروح تموت كريكستون. المأمور بيشوف اللي بيحصل ده وبيضرب ابنه بالرصاص وبيرجع لشكله البشري وبيقبض عليه. وبيوصل كريكستون المدرسة ومعاه سور اللي بتقوله انها فرحانة قوي عشان قدرت ترجعه للحياة من تاني، فبيقول لها انها غبية زي عيلتها وان هو بيحقق مجد شخصي ليه بمساعدة الأغبياء اللي زيه، وبيطلب منها تمشي من قدامه والا هيقطع لسانها. وبيقول لكل الطلبة المنبوذين انه هيموتهم كلهم ويتخلص منهم للأبد. لكن وينزداي بتوصل للمدرسة وبتدخل في معركة مع كريكستون، وبيانكا واكزامير بيحاولوا يساعدوها لكن كريكستون بيضربهم لانه قوي جدا. وينزداي بتفتكر اللي جدتها جودي قالت لها عليه، وان الطريقة الوحيدة لموت كريكستون هي انها تغرز خنجر في قلبه بالظبط. فبتركز جامد وبتستجمع قوتها كلها وبتضرب كريكستون في قلبه عشان يموت وينتهي للأبد. لكن المعركة لسه ما خلصتش علشان سور بتكون عاوزة تنتقم لجدها. وينزداي بتقول لها انه خدعهم كلهم وان هو المعتدي على ارض المنبوذين، لكن سور ما بتصدقهاش. وفجأة بيوصل يوجين اللي بيأمر النحل بتاعه انه يهجم على سور ويموتها. بعدها وينزداي بتكون زعلانة على موت المديرة لاريسا لانها قضت حياتها كلها عشان تحمي المنبوذين، وبتشكر كل زمايلها اللي ساعدوها. وبتتكلم مع اكزامير اللي بيقول لها انه مسامحها على كل اللي حصل، وبيديها تليفون صغير عشان يبعت لها رسائل عليه ويطمن عليها. بس وهي راجعه على بيتها بتلاقي حد بعت لها رسائل على تليفونها بتعرف منها انه لسه بيراقبها وانه هينتقم منها مهما طال الزمن. وبتعدي على عربيه الشرطه اللي بيكون فيها تايلر وهو مقبوض عليه ومتكتف، وفجاه بيتحول لوحش الهاي. وبكده احنا وصلنا لنهايه الحلقات كلها. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. سلام عليكم.